تخيل كده تبقى لابس ومتشيك ورايح على الشغل وكلك أمل في بكرة، أو متأنتك وخارج مع أصحابك أو خطيبتك ونفسك يمشي اليوم زي ما أنت رسمه في خيالك، وفجأة يتحول الحلم الكابوس، العجلة نايمة. وده موقف حصل لنا كلنا قبل كده. عشان كده النهارده جايب لكم جهاز هيطلعك منها زي الشعرة من العجلة. معانا النهارده تشاومي بورتابل إلكتريك كومبريسور 2، أو المنفاخ الكهربائي المحمول من تشاومي الإصدار الثاني. وخلونا نشوف الجهاز ده يتجاب ولا يتساب، وهل فعلا يستحق السعر بتاعه ولا لا. خليكم معايا، تعالوا معايا نشوف ايه اللي موجود جوه العلبه. اول حاجه بتلاقي كيس التخزين ملمسه قطيفه شويه كده، وبعدين بتلاقي الشاحن بتاعه يو اس بي ليو اس بي سي، وبتلاقي بقيه المحولات اللي بتستخدمها على حسب الحاجه اللي انت عايز تنفخها. وبعد كده بقى بيجي الجزء الرئيسي وهو الوحش بتاعنا، المنفاخ الاساسي. وبتلاقي طبعا اليوزر مانيوالز اللي موجوده مع المنفاخ، ودي كل الكومبوننتس بتاعت العلبة. نيجي بقى للتصميم اللي أنا عن نفسي معجب بيه قوي. أول حاجة هتلفت انتباهك حجم الجهاز الصغير، قد كف الإيد تقريبا، واللون الأسود الشيك قوي مع التفاصيل المعدنية، وطبعا فتحات التهوية اللي في جنب الجهاز اللي رامية على أبل شوية، ووزنه الخفيف جدا تقريبا 490 جرام بس. ولو عايز تفتح الجهاز مش محتاج أكتر من إنك تشد كابل الهواء، وبتفتح معاك شاشة واضحة جدا بتغير منها مود الاستخدام للحاجة اللي انت عايز تنفخها، إذا كانت عجلة، موتوسيكل، عربية، سكوتر، والكور طبعا. وممكن كمان تغير أنظمة الضغط من بي اس اي لبار، وكل مود متبرمج على قياس معين، بس ممكن طبعا تزوده وتنقصه على حسب حاجتك. وفي كمان كشاف ليد قوي قوي هينفعك لو عملتها معاك بالليل. وهتلاقي سوكت الشحن تحت الجهاز ومتغطي عشان تحافظ على الجهاز. اوفر اول الجهاز شبه متكامل. المواصفات التقنية للجهاز: الضغط الأقصى تقريبا بيبقى 150 بي اس اي أو 10.3 بار. البطارية بتبقى ليثيوم 2000 ملي أمبير، وبياخد تقريبا من 3 ل 4 ساعات للشحن الكامل. ودقة القياس 1 بلس اور ماينس بي اس اي، غير ان مستوى الصوت او الضوضاء بيبقى اقل تقريبا من 80 ديسيبل، وبيدعم كمان الاوضاع المختلفة زي العجلة، الموتوسيكل، العربية، السكوتر، والكورة. وفي ميزة مهمة جدا وهي الاوتو ستوب اللي بتخليه يوقف لوحده لحد ما يوصل للضغط المطلوب. وهي دي كانت اهم المواصفات التقنية لجهاز تشاومي الجديد. تعالوا نتكلم عن مميزات وعيوب الجهاز، وخلينا نبتدي بالمميزات. أول حاجة، حجم الجهاز صغير جدا وسهل التخزين في العربية. تاني حاجة، لاسلكي بالكامل، مش محتاج كهرباء العربية عشان توصله. تالت حاجة، شاشة ديجيتال الواضحة والدقيقة جدا. رابع حاجة، ميزة الاوتو ستوب اللي بتخليه يوقف لوحده لما بيوصل للضغط المطلوب. خامس حاجة، متعددة الاستخدامات، يعني هتستخدمه العربية، الكورة، لعجل، لمراتب الهواء حتى. سادس حاجة، سرعة النفخ بتاعته ممتازة، سريعة ومرضية جدا. سابع حاجة، جهاز قوي كده وتحس انه فعلا مصروف عليه. تامن حاجة، سعر منافس جدا بالنسبة للمنافسين. تاسع حاجة والأخيرة، هو ضمان شاومي العالمي. نيجي بقى لعيوب الجهاز. البطارية ممكن تخلص منك لو عايز تنفخ 4 كاوتشات كبيرة مرة واحدة، لو هم يعني على الأرض. والخرطوم قصير نسبيا، تقريبا 19 سنتي. تالت حاجة، مفيش شاحن في العلبة، بيجي بس بالكيبل زي معظم الأجهزة اليومين دول. رابع حاجة، وقت الشحن طويل نسبيا، يعني من 3 ل 4 ساعات، ممكن يعني تمل شوية وانت بتشحنه. خامس حاجة، مش مناسب للشاحنات الكبيرة، التروكس والحاجات يعني الضخمة. هو معمول للاستخدام اليومي، معمول للحاجات الصغيرة، معمول لكاوتشات العربيات العادية، معمول للعجل، معمول للسكوترز، معمول للكور، لحاجة تنقذك وقت ما انت بتكون محتاجه. والحق يتقال، هو ممتاز في الحتة دي. خلونا دلوقتي نعمل تجربة عملية على العجلة ونشوف الجهاز هينفخها في قد ايه. انا ظبطت البي اس اي على 26، وهنستنى في الستوب واتش لحد ما الجهاز يقف لوحده. يلا بسم الله. تقريبا عملها في 40 ثانية. تعالوا معايا عشان نشوف الخلاصة. الخلاصة، ومين اللي بنصحه يشتريه؟ اي حد عنده عربية او موتوسيكل، الناس اللي بتسافر كتير، الناس اللي بتحب رياضة العجل او الكورة مثلا، واي حد عايز حل طوارئ موثوق. وعلى فكرة، الحلقة دي مش مدعومة من حد، بس اللعبة الحلوة لازم نسقف لها.
عشان كده بقول إن الجهاز ده من أفضل الاستثمارات اللي ممكن تعملها. هيوفر عليك وقت ومجهود وفلوس النقل والبنزين عشان تنفخ الكاوتش. طبعا ده غير البهدلة وعمر الكاوتش نفسه لو قررت تمشي بالعربية بكاوتش نايم لأقرب مكان عشان تصلحه. الجهاز أداؤه ممتاز وسعره معقول وجودة شاومي المعروفة هتخلينا نقول بكل ثقة يتجاب. كده يا شباب نكون خلصنا الريفيو. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وقولوا لي في الكومنتات لو عندكم أي سؤال. سلام.